السلام عليكم، نتمنى كلشي يكون بخير. في هذا الفيديو غنوريكم كيفاش تقراو في ميريكان فابور بزيرو درهم. بقاو معنا. عرفت راسي تعطلت عليكم بزاف، كانوا بزاف ديال الحوايج اللي شغلوني، ولكن دابا الحمد لله انا فري، انا معكم 100%. في هذا الفيديو ان شاء الله غنهضر لكم على المنح، كيفاش تقرا في ميريكان فابور بصفر درهم، ما تخلص حتى شي حاجه، جميع الانواع ديال المنح والطرق باش تقراو تما فابور بلا ما تخلصوا حتى شي حاجه. ولكن قبل من هذا الشيء بقيت ما كانش عندي الوقت، وكنت مخربق داكشي ما منظم ما والو، مع جا داك السفر وكان كلشي صورت الفيديوهات تسجلوا وجيت لهنايا، كان خصني نصايب شي حاجه د الميموار، شي حاجه د القرايه، ترونت مزيان، ما لقيتش حتى الوقت فين نقول لكم شكرا على 10000 ابوني. بزاف شكرا بزاف، هادشي كتير. اخر مره كنت رجعت للمغرب كان 1000، ودابا حنا وصلنا ل 10000، راه 10 د المرات اكثر من داكشي اللي كان، راه شي حاجه كثيره. تنشكركم كلكم، وبالاخص شي ناس عاونوني بزاف، منهم الياس، وبزاف د الناس ما قلتهمش، ولكن بالخصوص الياس، تنقول لك شكرا من هنايا. نبداو الفيديو ديالنا ديال علي بورس. و انا تنقرا في الصين، انا تنقرا في الشينوا، ولكن بغيت ندير الفيديو الاولى على القرايه في ميريكان، لان فيها بزاف ما يتقال، وبزاف الناس تنظن احسن لهم يمشيو لميريكان من الصين، لان فيها جامعات واعرين واللغه قريبه بزاف، يعني لونغلي كاين بزاف الناس يهضروا بها، قلت بزاف الناس يستافدوا، درت لهم فيديو على القرايه في ميريكان احسن من نبدا بالصين. الصين نخليوها حتى من بعد عاد نهضروا عليها، ودابا غنبداو الفيديو. المهم قبل ما نبداو الهضره، دراري ما تنساوش عافاكم لايك، راه هي تطلع لنا الفيديوهات وتنجيبوا ناس كثر لاشين، عاونونا بلايك. ونبداو دابا الفيديو. اول حاجه غندوي عليها هي انواع ديال المساعدات اللي كاينين، حيت المنح فقط وحده، نوع واحد من المساعدات اللي كاينين باش تقرا في الخارج. ميريكان فيها بزاف ديال الانواع. نبداو بالمنح. اول حاجه كاين المنح ديال الدراسه. غالبا المنح ديال الدراسه لمن تعطيهم وعلاش تعطيوهم، وشنو هما لي كريتير اللي تياخذوا باش يتعطاو هاد المنح ديال الدراسه. اول كريتير اللي تياخذوه بعين الاعتبار هو النتائج الدراسيه. خاص يكون عندك نقاط مزيانين، المهم ماشي شي حاجه خارقه وماشي شي حاجه عاديه بزاف، المهم نقاط مزيانين على حسب شنو باغي تدفع الجامعه، حيت كل جامعه والمعايير ديالها، ولكن اول حاجه خص يكون عندك نقاط مزيانين. ثاني حاجه، اذا كانت عندك اي شهاده، اي حاجه زايده، ولا ربحتي شي مسابقات، اذا كنتي في شي دومين ولا في شي حاجه، اذا زدتي هذيك في الدوسي ديالك تتعاونك بزاف باش تاخذ هاد المنح هادو. وفي ميريكان بالخصوص تعجبهم يجيبوا شي حد اللي عنده شي سكيل ما عندش الناس الاخرين، مثلا شي واحد مثلا تيدير داكشي ديال صناعه الافلام وهادشي الموفي ميكين وداكشي. يفضلوا شي واحد، ياخذوا شي واحد بحال هكاك ورابح لي كونكور وكل شيء، ما ياخذوا شي واحد ما تعرف يدير والو، ولا شي واحد مزيان في شي سبور، كان بروف شي حاجه، ولا اي دومين خصك تكون فيه مزيان وعندك فيه شي شواهد ولا شي حاجه تيزيد يعاونك باش تاخذ هاد لابورس. ثالث حاجه هي شي واحد فايد دايز من الخدمه، يعني كان موظف ولا خدم في شي دومين ولا شي حاجه، هذه حتى هي بلوس كبير بالنسبه للناس اللي باغيين يدفعوا للجامعات في ميريكان. الجامعات ياخذوها بزاف بعين الاعتبار باش يعطيو المنح ديالهم. الحاجه اللي مزيانه في المنح هو غالبا ما خصكش دير شي حاجه في شكل، غالبا تدخل السيت ديال الجامعه اللي بغيتي. المهم من بعد انا نحط لكم في لاباج الجامعه الليست ديال الجامعات اذا بغيتو تدفعوا لهم، تدخل الجامعه اللي بغيتي وتتشوف، تدخل غالبا تكون عندهم واحد البلاصه فيها سكولارشيب، تدخل هاد الكاتيجوري سكولارشيب في السيت ديال الجامعه وتتشوف كاع داكشي اللي خصك تدفع. نورمالمون داكشي اللي خصك تدفع ساهل، تدفع لي رولفي، تدفع اذا كان عندك شي شهاده ولا شي دبلوم في اي حاجه، شي شواهد ديال الخدمه، وواحد الايسي. هي هذا الايسي هو اللتر ديال الموتيفاسيون، هذا مهم بزاف. نقول لكم 50% من القبول في شي جامعه هو مبني على هذا الايسي اللي تتصيفطوه. وحاجه مهمه امتحان ديال لونغلي، هذه هي الحاجه المزيانه، هي ما خصكش دير شي حاجه في شكل باش تاخذ لي بورس. الحاجه اللي ماشي مزيانه ولكن اللي ناقصه هي اغلبيه ديال لي بورس
تيغطيو لك فقط جزء من الدراسه، ولا نقولوا لي فري ديال سكولاريتي ديال ديك الجامعه، لان في امريكان راك عارفين بان الجامعات كلهم بالفلوس. شنو تيبقى لك هذيك الطياره ديك، ما كاين تنظن ما كاين حتى شي بورصه تعطيها ولا اي طريقه. تيبقى لك السكنه وماكلتك والمعيشه ديالك، هذوك تتكلف بهم نتايا. المهم الاغلبيه ديال لي بورس في امريكان ما تيكوفريوش المعيشه ديالك والسكنه، يقدروا يكوفريو لك واحد الجزء من القرايه، الثمن ديال القرايه ولا الثمن كامل ديال القرايه فقط. ولكن كاين الحل. النوع الثاني ديال المساعدات هو الاسيستنتشيب، والاسيستنتشيب هو احسن ما يمكن تلقاو في النوع ديال المساعدات، لانه تيكوفري الحاجه الاولى القرايه، الثانيه السكنه، والثالثه تيزيدوا يعطوك فلوس باش تعيش، الماكله ديالك، مصاريف وكلشي. هذا النوع ديال هذا الاسيستنتشيب فيه جوج الانواع. النوع الاول هو تيتشين اسيستنتشيب، والثاني هو ادمنستريتيف اسيستنتشيب. بالنسبه للاولاني ديال تيتشين، هو تتكون خدام مع ماشي هي خدام مع استاذ، تتعاونوا، اما بحال تدير ليه لي تي بي، اما تشرح للطلبه ديالو شي حاجه، اما تتوجد ليه الديابوراما، لي بريزونطاسيون في باوربوينت، تدير معاه بزاف ديال الحوايج. الماكسيموم 10 سوايع في الاسبوع وفقط، وتيخلصوا عليك قرايتك كلها، ويخلصوا عليك السكنه، ويخلصوا عليك كلشي. هذا اذا لقيتيه من احسن الحوايج اللي ممكن تلقاو. ولكن غالبا ماشي الناس ديال الباشلور، ماشي الناس ديال الليسونس، تيبدا من الماستر الفوق. النوع الثاني ديال الاسيستنتشيب هو ادمنستريتيف اسيستنتشيب، تتخدم في الاداره ديال الجامعه، حتى هي 10 سوايع في الاسبوع، وحتى هي تتكوفري لك كلشي، قرايتك والسكنه ديالك والماكله وكلشي. هذا هو احسن نوع ممكن تلقاو. تنظن جميع الجامعات في امريكان عندهم، تتابلاي ليه، تشوف الشروط، تدخل الجامعه السيت ديال الجامعه، تشوف الشروط وتابلاي ليه. مثلا في الادمنستريتيف اسيستنتشيب، حنايا مثلا المغاربه عندنا افونتاج كبير، لان بعض المرات تخدم في اغلب الوقت تخدم مع الطلبه اللي عاد جايين يتقيدوا، اللي تصيفطوا لي زيميل وداكشي، وحنا في المغرب تنهضروا بالعربيه واغلبيه الناس يهضروا بالفرنسي. يعني عندنا واحد لافونتاج باش تخدم في داك البيرو انترناسيونال ديال الجامعه، وهذا تيخليك بهذا لافونتاج سابق بزاف ديال الناس يقدروا يقبلوك. هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للاسيستنتشيب. النوع الثالث ديال المساعدات هو فيلوشيب، موجه للناس ديال الدكتوراه، الناس اللي هيديروا بحوث وكل شيء. تتكون باغي دير مثلا واحد الموضوع ديال الدكتوراه، وتجي الجامعه تتخلص عليك، يعني تتعاونك ماديا باش دير هذا البحث، ولا شركه، اما جامعه تتعاونك باش دير هذا البحث، تتخلص عليك حتى هي كل شيء، قرايتك والسكنه ديالك، بعض المرات كتخلص عليك حتى الطياره باش دير هذا البحث. وهذا موجه فقط الناس ديال الدكتوراه، بزاف ديال الناس عارفينه. المهم تقولوا لهم سبونسور، يعني تسبونسوريزيك الجامعه ولا تسبونسوريزيك الشركه اللي باغاك دير هذا البحث، وبشرط مهم دير داك البحث وياخذوا النتائج ديالو. حاجه اخرى مزيانه في امريكان هي ان بالنسبه للطلبه انترناسيونال عندهم الحق يخدموا في الكامبوس مده 20 ساعه في الاسبوع. هاد ال 20 ساعه ممكن تعاون بها بزاف، لانك تقدر تربح حتى ديك $13 الساعه. المهم تتسهل عليك شي شويه المصاريف ديال المعيشه، الماكله وكل شيء، احسن من والو. هي ما تخلصش بها قرايتك كامله، ما تعوش عليها كامله، ولكن تتعاون بزاف، بشرط تخدم فقط في وسط الكامبوس. هذه فقط في وسط الكامبوس ديال الجامعه. اذا مشيتي تخدمتي برا ديال الكامبوس هتكون ايليغال، وهيشدك هذا ويحطك هنايا وهيصيفطك لهنايا. المهم هادو هما الانواع ديال المساعدات اللي كاينين في امريكان. من غير هذا الشيء باش تقبل في شي جامعه خصك اولا تلقاها، ثانيا خصك يكون عندك نقاط زوينه في التيست ديال لونغلي على حسب التيست اللي طالبه الجامعه وعلى حسب السكور اللي طالبه الجامعه، وثالث حاجه خصك تكون كاتب ادميشن ايسي يكون مزيان بزاف. في الحلقه الجايه هنهضروا على وحده من هادو. المهم اما نهضروا على كيفاش تكتب ادميشن ايسي للجامعه، اما نهضر لكم على جميع انواع الامتحانات والنقاط المطلوبه اون جينيرال في الجامعات اللي في امريكان. خليوا لي في الكومونتير شنو بغيتوا من هاد المواضيع بجوج اللي نهضروا عليهم. وبالنسبه للجامعات غنحاول نحط ليست
ديال الجامعات في لاباج فيسبوك، دخلوا ليها حتى هي تلقاوها في الديسكريبشن. ما تنساوش تخليو لايك وشكرا بزاف. حاجه وحده اخرى خصني نهضر عليها، هي بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا اشهار لشي خدمه تيديروها، شي فيديوهات للشان ديالهم ولا شي حاجه، انا نخلي نكتب الايميل حتى هو لتحت في الديسكريبشن. وهذا الشيء اللي كاين. شكرا بزاف والسلام عليكم. ما تنساوش لايك تشاو.